اهلا بيكم فيديو جديد. انا عايز اوصل بس رساله للناس اللي كانت بتلم شيبسي الكنتاكي من السوبر ماركت وتتصور بيها على الفيس وكأن انت عملت اللي ما يتعملش. يعني اهو لما لقيت لميت كل اللي في السوبر ماركت، الزنجر والخلطه السريه اهو الاحمر اهو الاحمر اهو اللي الناس كانت مبسوطه بيه قوي على الفيس بقى. اللي هو خلاص انت وصلت اللي انت كأنك وصلت بقى لحاجة نادرة ما حدش يعرف. اهو يا حبيبي اهو يا جدعان اهو يا جدعان اهو. انت ما عملتوش اختراع، انت عملت حاجة ملهاش اي 30 لازمة. اهو يا جدعان اهو. طيب بصوا يا جدعان، الفيديو بتاعنا النهارده هجرب لكم منتجات جديده موجوده في السوبر ماركت، ومنها طبعا شيبسي الكنتاكي. طبعا انا كنت جربت شيبسي الكنتاكي في فيديو قبل كده، بس للاسف كنت جربت الابيض بس لان ما كنتش وقتها لقيت الاحمر. لكن دلوقتي انا معايا النوعين، فممكن اجرب النوعين واعمل لكم مقارنه بينهم، وفي شويه منتجات ثانيه. فيلا بينا. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك. والله يا جدعان انا مش عايز اشيل المنظر ده عشان بس يعني عايز اوصل رساله للناس. اهو يا جدعان اهو والله اهو يا جدعان اهو يا جدعان والله سهله والله سهل اعمل عليهم جيف اواي دول ولا ايه؟ طيب اول حاجه يا جماعه معانا هي بسكوت بلازو، وده سعره 2 جنيه. وده عباره عن ايه بقى؟ ويفر رول محشو بكريمه الشوكولاته بطعم البندق ومغطى بالكراميل والكريسبي ومغطس كمان في الشوكولاته، شوكولاته ببديل زبده الكاكاو. رول شوكولاته اهو فعلا. بصوا يا جماعه شكلها عامله ازاي. طب ندوق كده. بصوا من جوه بسكوته ويفر اللي هي المدوره. عارفين بسكوت الجالاكسي فلوتس والحاجات ديت، اللي هي البسكوته المدوره ديت الويفر. بصوا من جوه هتلاقوا ويفر مدور وعليه كراميل، وبره بقى فيه كريسبي ومتغطيه بشوكولاته من بره. اللي هو بسكوت الصوابع ده اللي بيبقى متغطي شوكولاته، بس المره دي بقى عاملينه باختراع، حاطط لك حاجات كريسبي من بره بس طعمها حلو. لا حلوه فعلا وفكرتها حلوه وطعمها جميل، والمقرمشات اللي بره دي جميله جدا. طيب ده كان اول منتج معانا. تاني منتج وهو تريدنت توت، بس ده ب7 جنيه. معرفش ليه، بيقول لك خالي من السكر، شوجر فري، وفيها 5 قطع. يعني القطعه واقفه بكام؟ يعني هو تقريبا لا يعني اقل من جنيه ونص بشويه كده. بس ليه يعني قطعه اللبانه بجنيه ونص؟ عشان ايه يعني؟ عشان ايه يعني يا شباب؟ عشان ايه؟ عايز افهم انا. ايه ده؟ كل واحده من جوه مغلفه. بصوا يا جماعه كل واحده من جوه مغلفه. بص شكلها. بس دي تبقى يعني دي تقف بجنيه ونص. ليه يا جدعان ليه؟ طب اما ادوق كده اشوف طعمها عامل ازاي. هو كويس، طعمه حلو مش وحش. ايه ده؟ بيقول لك مكتوب الاستهلاك المفرط يمكن ان يكون له مفعول اسهالي. لا يا عم، ايه ده يا عم؟ ايه ده كان في كمان مكتوب عليه تحذير للحوامل اللي بيرضعوا كده، تحذير ان هم يعني يجب استشارة الطبيب. مش عارف انا باكل نبال انا ولا ايه يا جدعان؟ في ايه ده؟ تحذيرات كتير مكتوبه ورا، وتحذير كمان للاشخاص المصابين بمرض الفينيل ايه ده؟ كوتونوريا. اللبان ده واضح انه مش الوضع مقلق جدا يا شباب. تحذيرات كتير ورا. ده كان اوكي كويس، بس تخلي بالكم ان هو مش زي اللبان العادي، يعني ليه اضرار كده وفي تحذيرات كتير منه يعني. فما تكتروش منه على انه لبان عادي. لا انا فاكر كان في منه كمان بطعم البطيخ زمان، حاجات غريبه. طعم البطيخ، لبان بالبطيخ. بالمناسبة يا جدعان، كان في فيديو انا كنت عامله وكنت متوقع فيه ان كرواتيا هي اللي هتفوز، وقلت لكم تكتبوا توقعاتكم عشان نشوف مين اول واحد هيكتب التوقع الصح. واول واحد كان كاتب التوقع الصح هو عمار عز الدين. ده الكومنت بتاعه كان كاتب طبعا منتخب الارجنتين، وفعلا الارجنتين هي اللي فازت. فبرافو يا عمار، سقفة كبيرة يا جماعة لعمار. وسقفة كبيرة ليه؟ انا كمان انا توقعت، اي نعم انا توقعت الارجنتين بعد كذا محاولة، بس معلش يعني انا كنت متوقع في الاول كرواتيا وبعد كده توقعت الارجنتين. فيعني برضك انا ايه يعني سقفة ليه انا كمان يا جماعة؟ سقفة ليه؟ سقفة لابو الفدافيد يا جدعان. المنتج الثالث معانا راز،
وده عباره عن ميني كب كيك شوكولاته بقطع الشوكولاته كب كيك. ايه ده؟ استنوا كده، ده ب5 جنيه بالمناسبه، ده سعره 5 جنيه. اوه ايه ده ميني كب كيك، ميني مش كب كيك، ده ميني كب كيك. ايه دي؟ ده صعبان عليا ان انا اكلها. في كام واحده؟ 10 ميني كب كيك. بس المشكله ان وانا بفتح الورقه نص الميني كب كيك بيطير في الورقه يا جدعان. يعني طب بتلزق في الورقه والله. بصوا بقت عامله ازاي، يعني ما حصلتش حتى ميني كب كيك، ده الميني ميني ميني كب كيك. صغيره قوي بس حلو، طعمها لذيذ. بس متهيألي لو كانت اكبر شويه كان يبقى احلى، يعني بدل ما يبقى 10 قطع صغيرين واغلب القطعه بيروح مع الورقه، لا كانت تبقى اكبر شويه احسن. ايه ده المفروض في بعضهم جواه حاجه سودا كده، مش عارف ايه الاسود دوت. في هنا حاجه سودا كده. هو منتج مصري بس مكتوب عليه بالانجليزي والفرنساوي والعربي، يعني ممكن يكونوا بيصدروه او ممكن يكونوا يعني والله مش عارف، او المفروض منه انواع تانية بس انا ده اللي لقيته يعني. طيب تعالوا بقى يا جدعان دلوقتي هنجرب الشيبسي الكنتاكي. انا جبت من ابو 3 جنيه عشان الاحمر ده ما لقيتش الا اللي ب 3 جنيه، فقمت جبت الاثنين ب 3 جنيه. تمام بصوا اهوت، هما الاثنين ب 3 جنيه. بس لما كنت جربت لكم المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات كان الابيض اللي كنت جربته كان ابو 7 جنيه. تمام اوكي. طيب يا جدعان اول حاجه هنجرب الشيبسي الكنتاكي اللي بالخلطه السريه. ده شكل الشيبسية. وده طعمه زي ما قلت لكم عامل زي الشيبسي اللي بالفراخ بتاع زمان، بس هو المره دي ما اعرفش اقلب على شيبسي بالملح ليه، محدقينه قوي المره دي. ده بقى اللي انا بجربه لاول مره يا جدعان، شيبسي كنتاكي بالزنجر. عايز اشوف بقى ده طعمه هيبقى عامل ازاي. ده بقى يا جدعان اللي انا ملاحظه ان الشيبسيايه محمره مش زي التاني، يعني بصوا كده ده تقريبا عشان يدل على السبايسي يعني. حراق. بص هو حراق جامد بس مش لدرجة الحرقية. ايه الحرقية دي؟ ماشي، مش لدرجة الحرقية بتاعة الدوريتوس، مش للدرجات دي. الدوريتوس أشد بكتير. ده طعمه مقرب جدا للي بالخلطة السرية بس حراق بقى. انا فكرته حاجه اللي هو اللي مفيش منها، عشان كده الناس كانت بتسحب الكميات اللي في السوق كلها. ما طلع عادي والله، ما يختلفش كتير عن الابيض غير في انه حراق. ده حتى ده تحس انه شيبسي بالفراخ اكتر من التاني، ان التاني حراق قوي فحتى مش باين قوي طعم فاهمني. المنتج اللي بعد كده معانا اللي هو فيتراك اناناس. بصوا يا جدعان، وده عصير اناناس مركز، يعني ده ما بيتشربش كده، لا ده ليه طريقه. بس الاول يا جماعه ده سعره 35 جنيه، وعلى فكره دي مكتوب عليها ان هي بتعمل 12 كوبايه، يعني الازازه دي تعمل لها بتاع 2 لتر. طيب بيقول لك طريقه التحضير: رج الزجاجه قبل الاستخدام، وبعد كده يضاف جزء من المركز الطبيعي الى جزئين ماء مثلج ويقلب جيدا. الجزئين يعني كأن التلت عصير والتلتين ميه. ادي كوبايه اهيت، هكب تلتينها ميه بس كده كفايه، وهقوم حاطط العصير المركز. ده شوف طعم الايه، بس كده تلتين للتلتة. والمفروض اقوم ايه اقلب كويس. انا بعمل فرح اهو مش بقلب. انا بعمل سبوح.
طيب ندوق بقى كده. بصوا يا جدعان شكلها، ندوق بقى كده. طعمه حلو قوي، وطعم العصير باين قوي ولاذع كده حلو. انا حاسس قوي بطعم الاناناس. لا جميل. بيقول لك ممكن بقى في وصفات تتعمل بيه تانية، يعني ممكن يتعمل بيه سموزي اناناس. طيب اخر منتج معانا وهو ماكفيتيز نيبلز. انا لقيت في منه نوعين، في واحد بشوكولاتة الحليب اللي هو دوت، وفي واحد تاني بالدارك شوكولات. ايه شوكولات دي؟ شوكولات بالشوكولاتة الداكنة. تعالوا نجرب الاول اللي هو بشوكولاتة الحليب. طبعا ده سعره كام؟ ب11 جنيه. يلا كده. الله الله الله، ده كور الله 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 الله. شفتوا شكله؟ حلو على فكرة. نفس نوعية البسكوت اللي في الماكفيتيز دايفيس، اسمه ايه؟ دايجستيف. نفس نوعية البسكوت اللي في الماكفيتيز دايجست، نفس نوعية البسكوت اللي في الماكفيتيز دايجست. ايه يا جدعان دوت؟ في اسم بسكوت كده. نفس نوعية البسكوت اللي في الماكفيتيز دايجستيف. حد عارف يقول ماكفيتيز دايجستيف 10 مرات؟ طب اجرب انا كده. ماكفيتيز دايجستيف. نفس نوعية البسكوت بالظبط، بس عبارة عن كور وعليها بقى شوكولاتة من بره. جميل. لا بجد حلو قوي. ده بقى النوع التاني اللي هو الماكفيتيز نيبلز الدارك شوكولات، وده سعره برضه 11 جنيه زي التاني. تمام. شبهه بالظبط ولكن شوكولاتة غامقة. تمام. نشوف طعمها كده. لا بصراحة بالنسبة لي الدارك مش عجباني اوي. ليه؟ لاني الشوكولاتة الدارك بتبقى غامقة اوي كده مررة. مش بحب الشوكولاتة الدارك، بس اعتقد اللي بيحب الشوكولاتة الدارك غالبا هيحب النوع دوت. هي اذواق بقى، اختلاف اذواق. هم عاملين نوعين عشان حسب انت بتحب ايه. انا كفادي بحب الشوكولاتة العادية اكتر، يبقى لما اجي اجيب هجيب ده. اللي بيحب الدارك شوكولات اكيد هيجيب دوت. بس حلوة اوي فكرة الماكفيتيز نيبلز، جميلة. في نهاية الفيديو عايز اوضح بس حاجة. كان في فيديو قبل كده كنت عملته وانا بجرب نص كيلو مشكل دمياطي من حلواني خالد. كان في عبارة عن 6 انواع كده من الحلويات، كان في منها بسبوسة على بقلاوة على جوزية، كذا نوع كده. تمام. وكان في حاجات شبه البسبوسة، بس انا كنت محتار دي ايه. في الحقيقة انا كنت شاكك بنسبة ما ان دي تكون هريسة، كان عندي احساس بكده. تمام. بس يعني ما كنتش متاكد قوي عشان انا من زمان ما اكلتش الهريسه، فمش فاكر طعمها ايه صراحه يعني. ولكن في ناس مشكورين وضحوا لي في الكومنتات ان دي كانت هريسه. وبالفعل عايز اقول لكم انا رحت بقى جبت من السوبر ماركت ربع بسبوسه وربع هريسه، ومكتوب عليه صريحه ان ده هريسه. بصوا ده ربع كيلو بسبوسه وده سعره 28 جنيه، وده ربع كيلو هريسه وسعره برضو 28 جنيه. تعالوا نجرب البسبوسه الاول. كل واحده منهم من صلاحيه 15 يوم. دي البسبوسه. بصوا بقى الهريسه هي اللي بتبقى جامده اهي. شايفين؟ مش زي البسبوسه، البسبوسه طريه خالص. دي هريسه. دي طريه خالص. البسبوسه طريه خالص. دي بقى الهريسه. بتبقى جامده.
طعمها حلو برضه، بس بتبقى ما هياش طريه زي البسبوسه كده. بس كده الفيديو خلص، سلام.